بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نعيش أيها الإخوة في هذه اللحظات مع قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في هذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل يؤدبنا ربنا سبحانه وتعالى بأدب عظيم جليل. في أول الآية ينادينا عز وجل بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنصت لها إنصاتا عظيما، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالله عز وجل ينادينا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، فكأن الله عز وجل يقول: إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزله الله وبما أنزلته من الحق، فمن مقتضيات هذا الإيمان أن تفعلوا بعد أو ما هو بعد هذا النداء. ففي هذا النداء يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الإنسان كثيرا ما تحصل له في حياته بعض القضايا والأحداث، فإنه إما أن يقدم قول الله ورسوله، أن يقدم حكم الله ورسوله، وإما أن يقدم قول وحكم غيرهما في هذه القضية. فالمؤمن الذي آمن بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، وبدين الإسلام دينا ومنهجا وحياة، لا يمكن أبدا أن يقدم قولا على قول الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا ولا تقدموا حكما ولا أمرا أمام أمر الله وأمام أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن إذا وجد حكما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يخالفه ولا أن ينظر غيره، ولا أن تكون له الخيرة والاختيار في غير هذا الحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يختار المسلم بعد خيرة الله وخيرة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه يسلم التسليم المطلق الكامل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن دائما ينظر إلى الحكم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ينظر إلى الشرع الذي شرعه الله عز وجل والذي بينه والذي سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن ينظر في أي حكم آخر، وقبل أن يشاور أي رجل آخر، فإنه يسأل: هل هناك في كتاب الله حكم في هذه القضية التي أنا بصددها؟ هل هناك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم؟ هل هناك شرع في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا قيل له نعم، قال سمعا وطاعة لربه عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المؤمن المتقي لله عز وجل لا يمكن أن يخالف أمر الله أو أن يقدم أمرا على أمر الله عز وجل، لأن التقوى تمنعه من ذلك، ولأن الإيمان بالله عز وجل يمنعه من ذلك. واتقوا الله إن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين لا يقدمون على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا
وأن نكون من عباده الطائعين المستجيبين لأمره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.